بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونحن في هذه الأيام المباركة ويوم إفطار مع أحباب الله تحت رعاية الشيف محمد شحاتة جابر الخواطر. أهلا بيك في برنامج نجوم مضيء. اهلا بحضرتك يا استاذ شعبان، نورتنا وشرفت المكان، ودايما متعودين من حضرتك انك مشارك لينا دايما في كل لحظاتنا الجميله. فاحنا النهارده بنرحب بيك وبنرحب بكل الساده الحضور في اليوم الجميل المبارك ده، اللي احنا ان شاء الله كلنا بنتشرف ان احنا نبقى موجودين مع احباب الله في افطار يوم 27 رمضان. طيب هذه الفكرة شيف محمد جات لحضرتك ازاي؟ والله هي الفكرة دي مش فكرة جديدة، احنا شغالين الحمد لله رب العالمين بقالنا أكتر من 4 سنوات تمام في موضوع الإطعام كل شهر رمضان. ولكن احنا السنة دي الجديد إن احنا بدأنا بدري شوية، بدأنا من أول شهر رجب، وأخدنا معانا شهر رجب وشهر شعبان، كنا بنعمل الإطعام يومين الاثنين والخميس من كل أسبوع. تمام. ولما بدأ رمضان الحمد لله فاحنا يوميا في رمضان كنا بنعمل إطعام. حاولنا في رمضان إن احنا نغطي معظم الأوجه أو معظم الأماكن اللي المفروض إن احنا نغطيها. طبعا خدنا نماذج من كل شيء. ده تاني فطار كبير لأحباب الله من الأيتام. طبعا دي من الدور اللي احنا بنتعامل معاها على مدار سنوات، اللي بنبعت لهم الأكل. ولكن احنا كل مرة أو كل فترة كده بنحاول احنا بقى نخرجهم ونعزمهم على الفطار بره أو على الغدا بره في الأيام التانية، عشان تبقى بالنسبه لهم فسحه وخروجه. وزي ما احنا شايفين، انت هتشوف دلوقتي بالكاميرا عاملين لهم النهارده شو مهرجانات والعاب وسحالي وسقول وحاجات كتير قوي عشان الاطفال تتبسط. واهم حاجه يعني قبل موضوع الاكل، ودي وجهه نظري في موضوع الاطعام، يعني ادخال السرور على القلوب نعم اهم من ادخال الطعام على البطون. نعم. فلو احنا هنقدم وجبه السرور على القلوب نعم اهم من ادخال الطعام على البطون. الله. الطعام على البطون فقط هو مجرد حشو بطن، مش نعم. هيسيب اثر نفسي في الانسان اللي قدامه. نعم. لكن السرور هو اللي هيسيب الاثر النفسي، هو اللي هيحسسه بالانسانيه والادميه. نعم. وهيحسسه ان في تكافل ما بين نعم. الناس، وهيحسسه ان لسه في خير. نعم. وده الكلام اللي احنا بنسمعه من الناس، وده الكلام اللي احنا دايما عايزين نعززه. نعم. ناس كتير جدا ما شاء الله بتقدم خير، ولكن احنا عايزين نوصل فكره ان احنا لما نقدم الخير نقدمه بشكل لائق. نعم. فعشان كده احنا بنعمل بعض الكرنفالات، ان احنا نقدم الحاجه في صوره افطار جماعي، عزومه كبيره. اللي جاي يفطر يحس انه ضيف متشال على الراس، يشعر بإنسانيته وآدميته، ويشعر ان هو جزء من المجتمع، وان المجتمع ما تخلاش عنه، خصوصا عند الاطفال الصغيرين. عشان دي بتربي جواهم حاجات كتير قوي. عددهم كام يا شيف محمد الاطفال؟ احنا النهارده يعني اخترنا من اكتر من دار. تقريبا هيبقى معانا في حدود 100 طفل. تمام. كنا عاملين قبل كده حوالي 200 طفل. وجاهز انت حضرتك النهارده ال 100 طفل؟ الحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي في ظهرنا، هو اللي بيدعمنا. والناس طبعا حبايبنا على الصفحه وعلى الجروب، يعني هم الابطال الاساسيين اللي خلف الكواليس، اللي عملوا كل حاجه من اولها لاخرها. انا مجرد منفذ فقط لا غير، عشان كل واحد ياخد حقه ويعطى كل ذي حق حقه. الناس هي اللي بتؤمر واحنا اللي بننفذ، احنا بس بنحاول نطلع يعني مجهود الناس في ابهى صوره واجمل صوره، بحيث ان الناس فعلا تبقى شاركت بحاجه جميله. والحمد لله بنسمع تعليقات الناس وبنشاركهم ارائنا وبيقولوا لنا ارائهم، وبناخدها في عين الاعتبار، ودايما بنطور من نفسنا. واحنا فعلا النهارده والله يعني قبل الاطفال ما تيجي، انا اعزائي المشاهدين اتفضلي مدام براوه، خدوا بقى جوله في المكان وشوفوا الاستعدادات، صور المكان كده كله. واحنا بنتكلم برضه انه الشيف يعني ما شاء الله حاجه جميله جدا. وانا شايف طبعا المكان فعلا هاسع اكتر من 100 ان شاء الله. احنا جايبين طبعا كل حاجه بالزياده، عدد الكراسي بالزياده، عدد الاكل بالزياده، كل حاجه بالزياده، هتسيبها يعني اي طارئ او اي حد يدخل حاجه زي طيب في من تاني معانا النهارده شغل عايز حاجه ثانيه
صقر، عقاب، في تعابين، في سلاحف، تمام. في العاب لسه منها جديده. كل الحاجات دي عشان اليوم يتحفر في ذاكرته، لما يكبر يفتكر يقول انا في يوم من الايام فطرنا في رمضان في مكان كان فيه 1 2 3 4، بتفضل دي ذكرى جميله عنده. هو مش هيفتكر الوجبه ولا هيفتكر الاكل قد ما هيفتكر اليوم اللمه. هو ده اللي احنا شيخ محمد، احنا ان شاء الله هنلتقي بيك تاني بعد الفطار ان شاء الله عشان نكون حضرتك فريش شويه. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، كان معكم الشيخ محمد شحاته من داخل اكاديميه الاهرام كيدز، وكان معكم شعبان عبد الحميد في الهواء.